ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وتكونوا كويسين وبصحة وسلامة يا رب. معاكم قناة اكلة بسيطة في مطبخي. معانا طريقة حلوة قوي، مكوناتها بسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة. معايا طريقة الجيرسي. طبعا نفتكر كده مع بعض الجيل القديم شوية. كيس الحاجات حلوة بتاعنا كان لازم بيبقى موجود فيه الجيرسي بتاعتنا. طبعا الناس كلها كانت بتعشقها. يلا بينا نقول المكونات. معايا نص كوب سكر بودرة ونص كوب لبن بودرة ومية دافية واتنين كوب جوز هند. هنجيب بقى شفشق الخلاط بتاعنا، هننزل فيه بسكر البودرة واللبن، وطبعا المية بتاعتي دافية. هنزل بحبة صغيرين لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. شايفين السمك؟ هوريهولكوا في الطبق كمان. ده اللبن المكثف بتاعي، احط حتة سمنة عشان تدي لمعان. تمام، هو مش خفيف ومش تقيل. تمام، سمكه كويس قوي عشان اعرف احطه على جوز الهند وابدأ ادعكهم مع بعض كويس. طبعا حاجة كده جميلة قوي، ما شاء الله طلعت جميلة. بصوا، هتدعكي بقى على قد ما تقدري كويس عشان كله يبقى مع بعضه حلو، وتعرفي تعمليها الاشكال بتاعتك اللي انت عايزاها. عايزه تعمليها مكوره، عايزه تعمليها طويله. بس الطويله ممكن تجيبي كيس اللي هو بتاع السندوتشات وتفردي عليه وتبدأي تساوي كويس وتعمليها صوابع بقى كده مطولة. برضه هتبقى شكل حلو قوي وكويس. بصوا انا بكورها في نفس الايد، شايفين؟ ولازم تكوريها كويس عشان تبقى متماسكة مع بعضها. يلا بينا على الشوكولاتة. اول حاجة بقى للناس كمان اللي بتسأل الشوكولاتة بتتسيح ازاي، الشوكولاتة اللي انا هسيحها دلوقتي دي لاي نوع من البسكوتات والاكلير والبيتيفور، اي تزيين ما عدا التورتة. طبعا بجيب مية بتغلي وبحط عليها اي حاجة من فوق وبنزل عليها بالشوكولاتة وبالزيت. واي وقت تتقل معاكي حطي زيت، ما تقلقيش خالص من الزيت. وطبعا احنا في الشتاء، فانت حطي زيت لحد ما تبقى السمك بتاعها كويس معاكي، ولازم بتخففيها عشان ما تعملش سمك تقيل مع الحاجة اللي انت بتعمليها. اهي كده ساحت معايا. تمام، شايفين؟ هي بتبقى خفيفة كده، وبالذات طبعا في الشتاء. يلا بينا نزين الطبق بتاعنا. اول حاجة انا معايا الشوكولاتة طبعا اللي سيحناها مع بعض، ومعايا ورق زبدة عشان هطلع عليه، ومعايا فورماسيل وسوداني للتزيين. ده مش شرط، يعني انا قلت ايه اعمل فيها روح شوية. طبعا هطلعه على ورق الزبدة عشان ينشف عليه، واول ما ينشف مش هيضايقك في حاجة كتير خالص، هتطلع زي ما هي. بجد يا جماعة طلعت جيرسي فعلا نفس الطعم ونفس كل حاجة. يعني انتي لو عملتيها جربتيها وقارنتي ما بينها وما بين اللي بره، تمام، هتلاقي نفس الطعم، مفيش اي اختلاف. كده انا خلصت. طبعا شكل الطبق عامل شوية، بس اول ما هتنشف هظبطه وهيبقى كويس قوي. كده انا ظبطت الطبق بتاعي، وكده اكون خلصته. جربوه هيعجبكم قوي، والمكونات هتلاقيها في البيت عندك، مش هتلاقيها صعبة خالص وهتلاقيها لذيذة. بصوا طبعا عشان انا معلش نسيت اقطع منها حته، فجبت لكم صوره بتبقى عامله ازاي من جوه. طبعا عشان انا متعوده معاكم اقطع لكم اي حاجه من جوه، فمعلش اعذروني. ايه رايكم بقى فيها؟ كده وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم وتكون فعلا سهله وبسيطه عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.